السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم مولانا وشفاعنا يوم الموقف العظيم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله السنة الجاية تبقوا في احسن حال وتحققوا اللي انتم عايزينه كله يا رب. طبعا بمناسبة المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. بشكركم جدا يا جماعة، بشكر اي حد بيخش عندي القناة جديد، بشكر اي حد بيكتب لي كومنت، بشكر اي حد بيشاهد لي الفيديو. انا بشكركم جدا 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 يا جماعة على ذوقكم معايا، وعلى دعائكم ليا ولابني السيد، ولكم بالمثل اضعاف. ربنا يخلي اولادي ويخلي اولادكم ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. سمي الله وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هتعملي ايه يا نسمه النهارده؟ هعمل اشهر اكله في مصر. كلنا في مصر معروفين بيها، حتى اللي ممنوع عنه بياكلها برضه. هتعملي ايه يعني يا نسمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. انا في حد متابع عندي، بنوته حلوه غاليه كده، قالت لي انا عايزه طريقه الفول والطعميه. قلت لها من عينيا حاضر. هي بقى لها كام يوم بصراحه الفيديو اتاخر، فمعلش يعني حقك عليا. انا هعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا الصلاه على الحبيب المصطفى، معايا ربع كيلو فول مصري عادي جدا نقعاه. هو يا جماعه الصراحه انا نقعاه من امبارح بالليل، وانا بصور تاني يوم، يعني خلاص احنا طالعين على الفجر. بس هو انا عشان كان عندي ظروف ما عرفتش اصور بصراحه. بس هو بيتنقع من 6 ساعات ل 8 ساعات او 4 ساعات، هيبقى معاكي جميل وزي الفل. وانا يا جماعه ساعات بعمله من غير نقع ولا حاجه، لان المطاعم ما بتنقعش فول، فانا ساعات بعمله كده لما اكون مستعجله وعايزاه يعني ضروري. هو كل بس ما بين النقع وما بين انك ما تنقعهوش انه بياخد سوا كتير، بس ملوش اي علاقه باي حاجه تانية. فانا هنا معايا ربع كيلو فول نقعاه وغسلاه كويس جدا، الصلاه على الحبيب المصطفى. ومعايا نص كيلو فول بصاره او نص كيلو فول طعميه منقوع برده من امبارح بالليل. بس طبعا انا اتاخرت عليه وهو ما بيجرالوش اي حاجه يا جماعه. هو برده يتنقع من 6 ساعات ل 8 ساعات عادي، ما فيهوش مشاكل. ولو جالك ظروف او اي حاجه وانت نقعاه، غيري الميه عليه وحطيه في الثلاجه لو احنا في الجو اللي احنا فيه ده، لان الجو حر قوي، الله ياجرنا من نار وعذاب. ده نص كيلو فول. وده قرن فلفل رومي على الله حكايته صغنن قوي، هو اللي عندي في الثلاجه ماشي. ودي بصلايه متوسطه، دي بصلايه يا جماعه متوسطه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. ومعايا هنا جزرتين صغيرين انا بشرهم ناعم بالمنظر ده. لو انت الجزر بتاعك كبير حطي جزرايه واحده بس على ربع كيلو فول. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا هنا نص كيلو اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. كوبايه الا ربع عدس، كوبايه الا ربع عدس مغسوله كويس جدا يا جماعه، كويس جدا، لان احنا كلنا عارفين ان العدس ميته بتبقى بيضه كلها نشا، فلازم تغسليه كويس جدا. وطبعا يا جماعه يعني برضو في ناس مثلا كتبت لي احنا ما بنغسلش الرز. لولا اختلاف الاراء يا جماعه لبارت السلع كلها. الرز العدس لما تغسليه بيديكي لون اصفر، انا عاملاه حتى على القناه هتلاقوا لونه مصفر ومش حاطه فيه اي انواع الوان. ماشي، سمي الله وصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. هعمل ايه هنا؟ ومعايا ليمونتين دول هنشوف هنعمل بيهم ايه دلوقتي. هحط الفول هنا في الحله كله، بسم الله الرحمن الرحيم. حط عليه الجزر، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا تبارك الرحمن. احط عليه العدس، بسم الله الرحمن الرحيم. العدس ده هو اللي هيديكي لون اصفر جميل للفول. وانت برضو براحتك يا ست الكل، عايزه تحطي كركم. انا بصراحه ما بحطش اي الوان للفول يا جماعه، وبرضو لولا اختلاف الاراء لبارت السلع، انا ما بحطش اي الالوان للفول. واي حاجه تعمليها من ايديك هتبقى زي الفل يا ست الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. حط بس قرن الفلفل هنا بتاع الطعميه والبصلايه عشان نشوف هنعمل فيها ايه برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى هاخد من الفول اللي انا قاعده اعمل بيه الطعميه، احط على الفول اللي انا هدمسه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. اللهم بارك. احنا المصريين يا جماعه مشهورين بالاكله دي. بسم الله. يعني برضه حوالي كوبايه الا ربع، بس هو عشان مغسول يا جماعه تحسوا ان هو كتير وايه عشان منفوش. بسم الله الرحمن الرحيم. اعمل ايه دلوقتي بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الولاعه دي دايما هربانه مني ومجنناني كده. هولع على الفول، بسم الله الرحمن الرحيم. بص مش عايزه تولع كمان يعني ايه مجنناني ومش عايزه تولع كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا ولعت النار اهي، احط عليها الفول، بسم الله الرحمن الرحيم. وهجيب ميه عاديه من الحنفيه خالص يا جماعه، ميه عاديه خالص، بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا لو انت مش متاكده من الميه المظبوطه اللي انت حطاها للفول، لازم يبقى جنبك ميه سخنه، عشان ما ينفعش الفول يبقى داخل على السوا وتحطي له ميه ساقعه كده هيسود منك. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عشان بعمل ربع كيلو فول على طول، فانا ببقى عارفه المقدار، ما بزودوش ميه تاني خالص يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل ايه انا دلوقتي بقى؟ بسم الله. انا معايا هنا ليمونتين بس صغننين قوي يا جماعه، لو انتوا عندكم ليمون كبير اسفه يا جماعه، لو انتوا عندكم ليمون كبير تبقى ليمونه واحده، لكن انا ليمون صغير عندي زي ما انتوا شايفين كده. هعصر ليمونه كامله، لا ليمونه ونص،
هسيب النص ده واعصر ليمونه ونص كاملين على الربع كيلو فول، لان الليمون صغير. لو الليمون كبير عندك اعصري ليمونه واحده عشان الفول ما يمررش معاكي. بصوا يا جماعه، انا ولعت على الفول وعصرت عليه ليمونه ونص. وزي ما قلت لكم يا جماعه، لو انتوا الليمون عندكم كبير تحطوا ليمونه واحده بس، ليمونه واحده بس. انا عصرت ليمونه ونص وهحط النص ده زي ما هو كده. في الحاله دي عايزه تبشري طماطمايه وتحطيها، اعملي كده. انا ما بعملش كده لاني انا الفول ما بحبوش بصراحه ربنا في اي نوع من الطماطم خالص، عشان لو قعد ما يحمضش او يبوظ مني. عايزه تبشري طماطمايه حطي، عايزه تحطي معلقه صلصه يا ستي الكل حطي اي حاجه من ايديكي زي الفل، وهتطلع بالصلاه على الحبيب اللهم بارك. لو عايزه تحطي تقللي الفول بتاع الطعميه وتقللي العدس وتحطي معاهم نص كوبايه رز حطي، بس هو بصراحه بالرز بيبقى تقيل جدا، وده للامانه. هنا انا ما باحطش عليه ولا كركم ولا اي حاجه خلقها ربنا. ليه يا ناس ما تحطيش كركم؟ ما باحطش، او الكركم بيديكي لون حلو ومصفر وجميل، بس بعد شويه لما بيقعد معاكي بيخضر. عشان ابقى صريحه معاكي، انا هنا حطيت له الميه وولعت عليه، ابتدى هيغلي اهو معايا زي ما انت شايفه. هغطي عليه، ولو احتاج ميه معايا اثناء السوى حطي ميه سخنه، وما تفضليش تفتحي على الفول كتير عشان ما يسودش منك. ولو انت حسيتي ان الفول ما بيظبطش معاكي ولونه بيغمق حطي معلقه خل واحده بس. هي نسمه حطي معلقه خل واحده بس وهتدعي لي والله. حطي فص ليمونه ومعلقه خل. اسمعي الكلام من اختك. انا هنا بقى باقي معايا الفول الطعميه، وباقي معايا بصلايه متوسطه يا جماعه، عشان سبب اساسي في فك الطعميه البصل لما بتكتريه. هي بصلايه واحده. ومعايا قرن الفلفل الصغير الرومي قطعته بالمنظر ده. هنا بقى انا عايزه خضره وانا بصور الفجر، ما عنديش حد ينزل يجيب لي خضره. ومعايا هنا بقى ايه، هنسمي الله ونصلي على الرسول اللهم بارك. معايا هنا فصين توم، لو ما عندكيش توم مدقوق حطي فصين توم بالعدد، لان التوم يا جماعه في الطعميه بينفخ البطن بطريقه غير عاديه، بس لازم تحطي له يوم عشان اسفه معلش توم عشان يدي معاكي ريحه. وهنا انا معايا شبت على كزبره على بقدونس، دي حاجات انا بفرزها عندي في الفريزر لاي حاجه زي كده. وما تخافيش الطعميه مش هتفك منك ولا اي حاجه، لان في ناس بتتخوف ان هي تحط حاجه في الطعميه زي كده مفرزه تبقى ايه ما يعني. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. تفك منها الطعميه لان الحاجات دي بيبقى فيها ميه زي ما احنا عارفين. ومعايا هنا ايه بقى، معايا هنا كرات. معايا هنا كرات، الكرات ده بيشبه يعني بيشبه العروق بتاعت البصل الاخضر. بصوا يا جماعه، اقرب لكم بس كده برضو. ده كرات انا ما بلاقوش عندي كتير، فانا لما بلاقي الراجل بجيب حزمه واقطعها واحطها في الفريزر، بتطلع خضراء وجميله زي ما انتم شايفينها كده اللهم بارك عليها بالمنظر ده. انا دي معايا نص حزمه. لو انت عندك الحاجات دي فريش استكفي بالكزبره الخضراء وبالكرات نص حزمه. لو انت ما عندكيش الحاجات دي وعندك بصل اخضر خدي بصلايه كامله بعروقها. بصل الاخضر عروقه بتبقى جميله في الطعميه يا جماعه، وبسم الله ما شاء الله. لكن انا لو ده مش مفرز عندي شبت مع كزبره مع بقدونس ما كنتش هحط الثلاثه، بس هو مفرز عندي الثلاثه. فكزبره لوحدها وكرات يغنوا، كزبره لوحدها وبصل اخضر يغنوا. عايزه تحطي عودين شبت حطي بيدوا ريحه للطعميه برده جميله. اي حاجه من ايديك يا ست الكل هتعمليها هتطلع زي الفل. انا بقى هعمل ايه، انا هاخد الكلام ده كله واروح على الكبه، لانه بياخد ضرب كتير جدا يا جماعه، فالفيديو كده هيبقى طويل قوي. ولو ما عندكيش كبه في الخلاط وحطي معلقتين ميه، معلقتين ميه بس بالعدد. انا ولا هحط عليها بيكنج باودر يا جماعه ولا بيكربونات صوديوم، لان بيخليها تشرب زيت بطريقه غير عاديه. انا دلوقتي هروح على الكبه واقعد كده واعملها، بس لازم تفرميها قوي عشان وانت بتقليها ما تفكش منك. بما يرضي الله لو ما اتفرمتش قوي يا جماعه وفيها سوائل هتفك. بالصلاه على الحبيب ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا يا جماعه تبارك الرحمن اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا الفول معايا بيغلي اهو، وبص لون العدس عمل الفول ازاي من غير كركم ولا اي حاجه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. وهنا الطعميه يا جماعه انا خدتها وفرمتها في الكبه زي ما انتم شايفينها كده اللهم بارك عليها. الطعميه دي جت معايا 3 كبات، كل كبه خدت معلقتين ميه يا جماعه، معلقتين ميه من المعلقه دي يا جماعه، معلقتين ميه من معلقه الاكل العاديه اللي احنا بناكل بيها. 6 معالق ميه، وكل كبه تفرميها تخلي حبه في القعر وانت بتفضيها عشان لما تحطي الباقي يبقى سهل معاكي في الفرن. وكل شويه ريحي الكبه بتاعتك عشان الكبه بتسخن جدا منها. اللهم بارك يا جماعه، بصوا منظرها بيتكلم عن نفسه يا جماعه اللهم بارك. وبعد ما فرمتها كلها خدتها كلها وش تاني، بسم الله تبارك الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت عليها يا جماعه وانا بفرمها عودين من القرنفل، عودين من القرنفل يا جماعه وانا بفرمها. لو عندي قرنفل مطحون ما بحطوش صحي وافرمه معاها يا جماعه. عودين قرنفل، القرنفل ده بتاعنا يا جماعه الاسود العادي، او عشان لو ما حدش عارفه بس برضو عودين بس يا جماعه عشان ده بيدي ريحه عاليه جدا. حطيت عودين اتفرموا معاهم. هنا هعمل ايه بقى، احنا كلنا عارفين ان الطعميه ما بتاخدش توابل خالص يا جماعه،
ما بتاخدش توابل كتير خالص عشان بتغير طعمها. انا معايا هنا ورق لوري على حبهان مطحون. لو ما عندكيش مطحون حطي ورقتين لوري او غار، ورقتين بس، وحطي 2 حبهان، 2 فصين بس، وهي بتتفرم برضو. لكن انا عشان عندي مطحون المره دي ما حطيتش معاه بيتفرم. المعلقه دي يا جماعه دي صغيره مش بتاعه الشاي، دي اصغر من بتاعه الشاي. اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه بالمنظر ده. اللهم بارك، بتديها ريحه ومش قادره اوصف لكم يا جماعه، ما شاء الله اللهم بارك، بتبقى حاجه تانية. بسم الله، حاجه بسيطه اهي برضو بس كده. اللهم بارك، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. الله يحسن ما بين ايديا وما بين ايديك، اللهم امين يا رب العالمين. هنا معايا كمون يا جماعه، كمون عادي جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا عارفين طعميه يعني كمون يا جماعه. بسم الله اللهم بارك. بسم الله. ومعايا هنا كزبره، كزبره مطحونه، كزبره مطحونه بس. انت عايزه تحطي بابريكا حطي، انا ما بحبهاش حمرا. هو الاساسي معانا يا جماعه كمون وكزبره، كمون وكزبره. لو ما فيش حبهان استغني عنه عادي جدا. لو ما فيش قرنفل استغني عنه عادي جدا. لو ما فيش ورق لوري برضه استغني عنه. المتوفر معانا واللي لازم يبقى موجود في الطعميه يا جماعه الكزبره والكمون. وهنا الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. وبالف هنا وشفا للي ليه نصيب يا جماعه وهياكل حاجه. والنصيحه مني يا جماعه ما تكتروش فيها الخضره عشان ما تبقاش غامقه ومحدش يعني بيشمئزوا منها كده وهي غامقه. حطي خضره خفيفه كده عشان تديك اللون الجميل بالمنظر ده. ولا تحطي كربوناتو صوديوم ولا او بيكربوناتو يعني عشان اختلاف الدول، ولا تحطي بيكنج باودر عشان بيخليها يا جماعه تشرب ميه. بسم الله تشرب زيت الناس. بسم الله ما شاء الله. الطعميه دي يا جماعه ليها 1000 طريقه. ممكن تجيبوا الفول بتاعها وتغسلوه وتنشفوه وتطحنوه في المطحنه، وفي اي وقت عايزه تقومي تعملي الطعميه تعمليها طعميه بودر عادي. بسم الله تبارك الرحمن. زي ما انت شايفه بالجمال ده، ما شاء الله اللهم بارك، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. والفول هنا معايا اللهم بارك، شايفه اللون عامل ازاي دوت عشان الجزر وعشان العدس اللي احنا حاطيناه. اللهم بارك. ربنا يا جماعه يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك. شايفين يا جماعه منظر الفول عامل ازاي؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. انا بقى هنا هو دخل معايا في السوا كده، انا هوطي عليه خالص زي الشمعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وطي عليه على قد ما تقدري وبشريه بقى، بس ما تفتحيش عليه كتير عشان ما يسودش منك. ولو عايز ميه منك زوديه ميه سخنه. الطعميه انا عملتها في اكياس وحطيتها في الفريزر. اول ما تخلصيها احطيها في اكياس او احطيها في الفريزر على قد الوجبه اللي انت هتحتاجيها. لان الطعميه يا جماعه لما بتتساب بره كتير بتسود، يعني بتسود وتعمل غلغال ميه كده فما بتبقاش حلوه في الاكل. وبسم الله ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديك، اللهم امين يا رب العالمين. وبالف هنا وشفا اللي ليه نصيبه هي. الفول بسم الله تبارك الرحمن، شايفه اللون؟ اللون ده نتيجه العدس ونتيجه الجزرايه اللي احنا حاطيناها. بسم الله تبارك الرحمن، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. بسم الله تبارك الرحمن. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هجيب بس معلقه نظيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. اللهم بارك يا جماعه. بصوا الفول منظره معايا عامل ازاي يا جماعه. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بص المنظر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بيتكلم عن نفسه يا جماعه. شايفين اللون يا جماعه؟ ده نتيجه الليمونه، وده نتيجه الجزر، وده نتيجه العدس يا جماعه. ونص الليمونه الصحيح اهو، ما تقلقيش منه خالص. انت اول ما تيجي على الفول وممكن تكيسيه بيه كمان، يعني ما تقلقيش من اي حاجه خالص طول ما انت حاطه عدس. لا مؤاخذه يا جماعه. تبارك الرحمن، تبارك الرحمن يا جماعه. ده مش فول، ده زبده. ده التراث المصري الاصيل. دي اكله المصريين المفضله. بسم الله ما شاء الله، ولا الوان ولا كركم ولا اي حاجه. تبارك الرحمن، اللهم بارك يا جماعه، اللهم بارك. ده نتيجه العدس، ده نتيجه الفول بتاع البصاره بيديله لون ابيض، العدس بيديله لون اصفر، الجزر بيديله لون اصفر، الليمون ما بيخلوش يسود معاكي خالص. ولو انت مش واثقه منه حطي زي ما قلت لك في اول الفيديو معلقه خل ابيض. لو انت الفول بتاعك استوى زي بالمنظر ده كده، بس يا سيدنا من فضلك لو الفول استوى معاكي اللهم بارك بالمنظر ده، ولقيتي في الفول فيه ميه، هاتي ربع كوبايه ميه وحطي فيها معلقه دقيق، ودوبي الدقيق في الميه وحطيه على الفول وسيبي الفول يغلي غلوه واحده واطفي عليه، هتلاقي الفول ربط. انا ما احتجتش اعمل الخطوه بتاعت الدقيق دي، بس يا سيد ما احتجتش اعمل الخطوه بتاعت الدقيق دي يا جماعه، لاني انا الميه ما نشفتش من الفول الا لما الفول استوى. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك تبارك الرحمن. اقدم اكله في مصر وعينا لقيناها. بسم الله تبارك الرحمن. لو عندك مفرمه لحمه ممكن تعملي فيها الطعميه، عشان برضو يا جماعه حتى لو انتم مش محتاجين المعلومه انا لازم اوصلها بما يرضي الله.
بصوا يا جماعه تبارك الرحمن، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. منظر الفول انا طبعا حطيت عليه ملح وحطيت عليه شويه من الزيت. تبارك الرحمن. بصوا لون الفول يا جماعه عامل ازاي. ما شاء الله الفول زبده مهري مهري. يعني بصي الفول مش مستحمل، بص المنظر. مش مستحمل يا جماعه، الفول مش مستحمل معايا. بصوا. بصوا عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك اللهم بارك. هنا بقى الطعميه، انا عيالي بيحبوها في البيت، فانا طلعت كيس وحطيته في الكبه وحطيت عليه بضايه. بس انت ممكن تطلعيه وتعمليه بالمضرب السلك عادي، يعني مش لازم كبه، بس انا عشان الكبه كانت قدامي عملته بيها. بسم الله تبارك الرحمن. دي يا جماعه الطعميه اللي بالبيت، لا بيكنج باودر ولا بيكنج سودا ولا اي حاجه. بصوا يا جماعه الطعميه عامله زي اللهم صل على رسولنا الكريم تبارك الرحمن، عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. عامله زي الكيكه يا جماعه. بصوا مش شاربه زيت خالص خالص، ما فيهاش اي نوع من انواع الزيت. بصوا يا جماعه الطعميه عامله ازاي. دي ام بيض يا جماعه. بصوا المنظر بيتكلم عن نفسه تبارك الرحمن. بصوا يا جماعه، بصوا منظر الطعميه. اللهم بارك اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. بيتكلم عن نفسه، طعميه مستويه جدا من جوه ما شاء الله تبارك الرحمن. بيضه زي الفل، اللهم صل على سيدنا محمد. دي دي اللي بالبيض، ودي عملتها عجايه كده لاولادي عشان اولادي بيحبوها طبعا. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا المنظر يا جماعه. طعميه اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك. بصوا المنظر يا جماعه. بيتكلم عن نفسه. لا شاربه زيت ولا بيكنج باودر ولا اي لون يا جماعه. ما تحطوش اي لون للحاجات دي خالص 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 يا جماعه خالص. ما تحطوش اي لون خالص. دي يا جماعه اللي من غير بيض، انا عملت اربعه برده كده عشان اعرضهم معاكم. دي اللي من غير بيض. بصوا عامله ازاي، ما شاء الله مقرمشه مقرمشه ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا اكيد انتوا سامعينه يا جماعه. اعملوها يا جماعه مش هتندموا. اكله مصريه اصيله ما شاء الله، المصريين معروفين بيها. طلعنا لقيناها من اجداد الجدود. ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديك، اللهم امين يا رب العالمين. انا بقى اتمنى يا جماعه لو اي حد دخل عندي الفيديو وخد معلومه مني لو صغيره قد كده، ما ينساش اخته نسمه بالدعوه الحلوه. ربنا يشفيني ويهدي لي حالي ويشفي سيد ابني ويهديهولي ويخلي اولادي ويخلي اولادكم ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. اللهم امين يا رب العالمين، واشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم.